السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده عندنا فيديو حلو قوي ان شاء الله يعجبكم باذن الله. ولكن قبل ما نبدا بالفيديو نبتدي بذكر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. طبعا الكنافه دي حاجه اساسيه عندنا في رمضان وغير رمضان. تمام، هنعمل كنافه بالقشطه، حاجه كده ما شاء الله تحفه جدا جدا. وهنعمل صينيه لو هنجيبها من بره هتبقى غالية جدا جدا وهتطلع حوالي اكتر من 2 كيلو. ولكن هنبدأ باول حاجة وهي الكريمة بتاعتنا. تمام، عندي كوباية من اللبن زي ما انتم شايفين، حوالي اكتر من ربع كيلو. وداخله يعني انا مش بصراحة ما وزنتهاش، لان انا دلقت من اللبن على طول. تمام، و3 معالق هرمية من النشا، وهنقلب كده على الساقع. وبعد كده ننزل كده على النار بتاعتنا. طبعا لو انتوا عاملين كمية كنافة اكتر تبقى كمية الكريمة اكتر. تمام كده، انا للامانة ضفت نص كوباية مية على اللبن. تمام كده، وهنحركها كده دقيقتين على النار. وبعد كده ننزل بظرف الفانيليا بتاعنا القمر ده، ومش هنضيف سكر. ولكن لو انتوا حابين تضيفوا السكر ده، السكر ده اختياري، لكن لسه عندنا هنحط سكر في الكنافه ولسه عندنا الشربات. انا كنت لسه موريها لكم دلوقتي. كمان انا عملت الشربات وركنته كده على النار عشان لما الكنافه بتاعتي تطلع سخنه يكون الشربات بتاعي بارد. تمام، انا عملت الشربات. طبعا الشربات كالمعتاد كوبايتين من السكر على كوبايه من الميه. تمام كده، او كوبايه ونص من الميه، نص ليمونه وظرف فانيليا. بس هي دي الشربات بتاعتنا. بص القوام بتاع الكريمه حاجه كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله، تحفه جدا جدا. ويعني مش سايله قوي ولا مش ناشفه قوي. تمام، القوام بتاعها هو ده المظبوط اللي احنا عايزينه. يلا بينا بقى نكمل بقى الوصفه بتاعتنا. بس قبل ما تبداوا ايه، الفيديو بدأ بقاله دقيقتين. قبل ما تخلصوا الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واهم حاجه بالله عليكم اللايك عشان يرفع الفيديو. تمام. معذره بقى لصوتي لان انا بسجل لكم وانا صايمه عشان تعرفوا بس ان انا مجتهده وعايزه انزل لكم الفيديو مع اني مش مجتهده قوي يعني. المهم، حطيت هنا الكنافه بتاعتي من انا جايبه نص كيلو. طبعا لو انت عدد افرادك كتير جيبي الكميه اللي انت حباها. تمام كده، يعني مش مرتبطه بالمقادير اللي انا يعني بقدمها. مثلا انا كل المقادير اللي انا مستخدماها النهارده على نص كيلو كنافه، انت جايبه كيلو تضاعفي الكميه. تمام كده، انا جايبه نص كيلو من الكنافه وحطاه في الفريزر لغايه ما يتجمد معايا، هتبقى اسهل. لكن هي تنفع طبعا من غير الفريزر. بس لو من غير الفريزر هتقعدي بقى ساعتين عشان تقطعي فيها وتوصليها للقوام اللي احنا عايزينه، تبقى ناعمه خالص، تبقى ناعمه جدا. المهم، هنحطها في الفريزر لغايه ما تتفرك كده معانا وتبقى بنفس الشكل ده. هنجيب كوبايه سمنه هرميه مليانه زي ما انتم شايفين كده، كوبايه سمنه بلدي. الكنافه بتحب السمنه وكمان السمنه البلدي. تمام كده، وهنجيب نص كوبايه من السكر البودر. تمام، ولو مش عايزين تكتروا ما تكتروش، زي ما قلت لكم السكر ده اختياري. تمام كده، انا حطيت نص كيلو، لو انتوا عايزين تكتروا او تنقصوا دي حاجه بتاعتكم انتوا. تمام كده، طبعا انا كنت مستخدم يعني لسه السكر ده كتير فانا عايزاه لحاجه تاني يعني. فانا حطيت هنا نص كوبايه. تمام كده، وهقلب بقى الكنافه بتاعتي كويس جدا في السمنه والسكر لغايه ما السمنه والسكر ما يبقوش باينين خالص في الصينيه. تمام كده، هنا بقول لكم يعني ان انا ايه، هدعكها كويس جدا ومخليش اي حاجه باينه فيها. طبعا عندي الصينيه بتاعتي اللي انا هسوي فيها الكنافه عاملاها دهنها كويس جدا من السمنه من تحت وعلى الاطراف، عشان لما نيجي ان شاء الله نقلب الصينيه بتاعتنا تتقلب معانا بكل سهوله. تمام كده، هنجيب بقى الكنافه بتاعتنا طبعا اللي احنا ظبطناها في السمنه والسكر، وهنفردها كده زي ما انتم شايفين ونضغط عليها في الصينيه من تحت. ويعني نقسم المقدار نصين، نصه من تحت ونص من فوق. تمام كده، يعني نحاول ما نكترش من تحت ولا ما نكترش من فوق عشان لما نيجي نقلبها تكون مظبوطه معانا. طبعا انا هنا لازم اضغط عليها كويس جدا عشان تبقى متماسكه كده وجميله. تمام، والحته اللي تحسوا ان هي خفيفه او فيها فراغ تضيفوا لها من الكنافه. تمام كده، ولو الكريمه بتاعتكم تقلت منكم شويه على بال ما انتوا خلصتوا تضيفوا لها معلقتين 3 من اللبن او معلقتين 3 من الميه، وتحركوها كده كويس جدا. ما تضيفوهاش تاني على النار، هتبقى ممتازه برضو معاكم.
طبعا انا هنا خلاص ظبطت كده الصينيه زي ما انتم شايفين كده، وعلى الاطراف ومن تحت، ودوست عليها جامد. هنجيب بقى الكريمه القمر بتاعتنا السايله الجميله دي. بصوا القوام بتاعها حلو قوي، مش محتاجين ان احنا نزوده او نتقله. تمام كده. هنجيب بقى المعلقه او الاسباتله بتاعتنا، وهننزل بيها كل اللي في الحله، وبعد كده نفرد كده بالراحه خالص على الكنافه بتاعتنا، ونجيب بقى باقي الكنافه اللي موجوده ونفردها كده على الوش. طبعا زي ما قلت لكم ان طبق الكنافه ده اساسي يا جماعه، اساسي في رمضان. تمام. او اي حاجه حلوه، يعني احنا مثلا هنجيب طبق كنافه. والله انا يعني كنا بنجيبها في الايام العاديه، بنجيب طبق مفهوش 4 قطع، بيبقى معدي 80 جنيه. نص كيلو تقريبا. النص كيلو ب40 والكيلو ب80. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الصينيه اللي انا عملتها والله تطلع اكتر من 2 كيلو. بصوا عامله ازاي، الصينيه كبيره جدا، من نص كيلو كنافه على كوبايتين سكر على كوبايه سمنه. عملنا احلى صينيه كنافه. بصوا حاجه كده ما شاء الله. طبعا هنا انا بفرد كده زي ما انتم شايفين، بس بالراحه جدا عشان الكريمه بتاعتنا ما تطلعش كده على الكنافه ونبهدل الدنيا. طبعا نضغط هنا بالراحه خالص، غير الضغطه بتاعت الاولانيه. يعني الاول ما كانش فيه حاجه، كنا بنضغط براحتنا، اما دلوقتي ما ينفعش نضغط عشان الكريمه ما تطلعش. طبعا لزوم الشكل بقى واللون الذهبي الجولد اللي احنا بنحبه، نحط لها كده معلقتين من السمنه على الوش كده عشان نظبط بيه الدنيا. يلا بينا بقى نشوف الكنافة بتاعتنا القمر. يا سيدي يا سيدي. انا جوعت طبعا وانا صايمة دلوقتي. المهم بصوا لونها حلو قوي قوي، لكن انا بحب ان انا اوصلها. لو انتوا مش حابين ان انتوا توصلوها للدرجة دي براحتكم، طبعا ليكم حرية الاختيار. انا بحب ان انا اوصلها للمرحلة دي، وكمان من تحت عشان احس بتحميصة كده فيها. تمام كده. عندي هنا الشربات بتاعي تقيل وبارد. تمام، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بس هو القوام بتاعه حلو قوي، لكن ما تخلوش تقيل جدا عشان ما تحسوش ان هي ملبكه كده ببعضها. لازم يكون بارد. انا طبعا طلعتها من الفرن زي ما انتم شايفين، وحطيت على طول الشربات بتاعي. طبعا ياسين اللي كان لازم يحشر ايده في الموضوع. هنا انا بقى كنت بقول لكم ما شاء الله تحفه، بس كنت بحاول ان انا اقلبها وهي كانت لسه سخنه، فمعرفتش ان انا اقلبها غير لما تبرد شويه بصراحه. بصوا عايزه اقول لكم ان حاجه كده قمر قمر قمر. طبعا زي ما قلت لكم انا بحب اللسعه اللي فيها دي عشان احس ان فيها تحميصه بتديني طعم حلو قوي. تمام كده. طبعا انا رشيت على الوش من فوق حبه من الشربات، ومن تحت كده زي ما انتم شايفين برضو حبه من الشربات، لكن نوزعها كده كلها على الجوانب عشان ما تنزلش مننا في مكان واحد. وكلوا احلى صينيه كنافه. بجد بجد هتندموا لما جربتوهاش بالطريقه دي. حاجه كده تحفه. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. يلا بينا بقى نقطعها مع بعض. وطبعا انا لما كنت بدوقها بعد الفطار، لان انا عملتها بعد الفطار. بس عايزه اقول لكم طبعا ان هي تقريبا في الوقت اللي انا بقطع فيه ده، ياسين ما شاء الله ما كانش مستنيني ان انا اقطعها. كان لون الكنافه تغري بصراحه. فاتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، وتقولوا لي طلعت معاكم ناجحه ولا لا. وان شاء الله باذن الله من اول مره تطلع ناجحه معاكم وجميله جدا ان شاء الله. يلا بينا نوريها لكم واوريكم السمك بتاعها والقوام بتاعها عامل ازاي. وطبعا الطعم لما تجربوها الطعم كان جبار بجد، كانت تحفه. بصوا عامله ازاي، وكفايه لونها بجد، لونها تحفه جدا. بصوا الكريمه عشان خفيفه وجميله. في كريمه ممكن تتقل منك ما تبقاش حلوه، هتحسوا ان انتوا بتاكلوا عجينه. ما تحاولي ما تقلهاش، تخليها كده خفيفه زي ما انتوا شايفين، هتبقى هشه كده وخفيفه، ما بتحسوش ان انتوا بتاكلوا حاجه تقيله. تمام. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش زي ما قلت لكم تدعموني في اللايك اهم حاجه. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باذن الله تعجبكم، وهنزل وصفات كتير ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. طبعا انا هنا كنت بقرب لكم من الكاميرا اوريكم القوام بتاعها. يلا اشوفكم على خير، باي باي.